السلام عليكم. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. في البداية ما ننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا هنعمل مع بعض النهاردة محشي كرنب على طريقتي، بطريقة سهلة وسريعة جدا، والطعم اللهم بارك حكاية. وكمان ازاي ننظم وقتنا واحنا بنعمل المحشي وما ياخدش معانا وقت طويل خالص. بغسل الرز واحطه يتصفى كويس جدا قبل ما ابدا في اي حاجه خالص، عشان عايزاه يبقى متصفي كويس. ومعايا كرنبايه اللهم بارك زي ما احنا شايفين كده. ومعايا الخضرة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة، وبغسلها وبنقعها كويس جدا، وابدأ اللي انا اقطعها وارصها زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وكيلو ونص من الطماطم لازم تكون حمراء، ومعلقتين كبار من الصلصة، واربع حبات كبار من البصل، يعني وسط مش كبار قوي زي ما احنا شايفين. وطبعا فلفل سبايسي، ومعلقتين كبار من الزبدة. بجيب حلة على النار واحط ربع كوباية كده من الزيت. طبعا المحشي بيبقى عاوز يعني الزيت والزبدة يكونوا حبة حلوين كده. وطبعا حطيت الزبدة زي ما احنا شايفين مع بعض كده، وهسيبها لغاية ما تسيح خالص وتسخن كويس جدا معايا. وهنا كنت حاطة مية علشان اسلق فيها الكرنب. تمام. وهنا فرمت البصل فرم مش ناعم، يعني مجروش كده زي ما احنا شايفين مع بعض. واول ما الزيت والزبدة يسخنوا كويس جدا ببدأ انزل بالبصل معايا، واديله تقليبه كده واسيبه لغايه ما يدبل معايا. طبعا احنا مش بنصفر البصل ولا بنحمره ولا اي حاجه خالص. جربي الطريقه ديت وعلى ضمانتي ان شاء الله، وبجد هيبقى احلى واطعم محشي عملتيه في حياتي. طبعا فرمت الفلفل ونزلت عليه بعد ما البصل يدبل كده. ابدا اللي انا احطه واسيبهم مع بعض كده يدبلوا مع بعض شويه. وبعدين انزل بنص كمية البهارات اللي هي عبارة عن معلقة فلفل، معلقة كمون، معلقة كزبرة، من كل حاجة معلقة كبيرة. واحط نص الكمية واسيب نص التاني على جنب. هنشوف هنعمل ايه مع بعض بيه دلوقتي ان شاء الله. ونقلب بقى البهارات مع بعضها كده لغاية ما نشم ريحتها كده، والريحة بتاعتها تقلب البيت كده. وندفي البيت بقى في الجو الشتاء اللي احنا فيه ده، الله المستعان. وبعدين انزل بمعلقتين من الصلصة، طبعا عشان المواد الحافظة بننزل بيها قبل الطماطم. ونديها تقليبتين كده ونسيبها دقيقة ولا حاجة لغاية ما نفرم الطماطم. وهنا فرمت الطماطم. طبعا انا طماطم المحشي مش بصفيها، بضربها وبنزل بيها زي ما هي، مش بصفيها خالص. وبعد كده اغطيها واسيبها كده على نار متوسطة. وهنرجع لها بقى على ما نخلص باقي المكونات، هنشوف هنعمل ايه بيها. هنكملها يعني ان شاء الله واوريكم شكلها. هنا حطيت معلقة من الملح ومعلقة من الكمون على مية سلق الكرنب. وهنا بقورها زي ما احنا شايفين كده، بنقور الكرنباية كده بتغرزي السكينة وتبدأي تلفي كده بيها كده. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. طبعا الصفار ده من الندى عادي جدا، بس هي الكرنباية جميلة جدا ما شاء الله اللهم بارك. انا بعد ما شلت الورق لقيت الصفار ده، بس هو من الندى مفيش فيها اي حاجة وحشة ان شاء الله. لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش اللايك والشير وكومنت جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. ويا ريت تشجعوني بالتعليقات عشان بجد انا محبطة جدا الايام ديت، الله المستعان. وهبدأ احط الكرنباية من ناحية العروق كده واسيبها حوالي 5 دقايق. طبعا الكرنب البلدي ما بياخدش وقت خالص في السليق، بنسيبها 5 دقايق وبعد كده نبدأ نقلبها. واول ما تبدأيها ما فيه تقلبيها ما فيش دقيقة، وتلاقي ان الورق بدأ يفك عن بعضه خلاص. احنا اصلا قلبناها فاوريدي اصلا ان الورق بدأ يفك عادي زي ما احنا شايفين اهو. بوريكم ان الورق سهل جدا ان انت تسحبيه من غير ما يتقطع معاكي ولا تتهري ولا اي حاجه. وطبعا السليق ما تبقاش مسلوقه قوي ولا ناشفه قوي زي ما احنا شايفين مع بعض كده. واول ما بنخلص الكرنبايه وكده بناخدها تحت الحنفيه كده واشطفها كويس جدا تاني عشان تبقى الحاجه نظيفه كده، ونبقى ضامنين احنا بناكل ايه. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا ويصلح لكم حالكم اللهم امين. وهنا طبعا زي ما احنا قلنا هشطف بعد ما بخلص سليق بشطفها. وهنا هبدأ اقطع الخضرة. طبعا الخضرة لازم تنقعيها فترة كويسة جدا، بتنزل طين وبتنزل حاجات يعني الله المستعان. معلقة خل بسيطة كده صغيرة جدا وتسيبيها منقوعة في مية، وبعد كده تشطفيها وترجعي تغسليها تاني يعني. وبعد كده تبدأي تقطعيها زي ما احنا شايفين كده، وكمية حلوة كده. هنا الرز زي ما احنا شايفين طبعا صفيته فنشف كويس جدا.
وتعالوا يلا نقطع الكرنب ونشوف هنعمل مع بعض فيه ايه. بتنيها كده وابدأ اشيل العرق بس كده، ما بشيلش كمية كتير، بشيل العرق كده. تبدأي تلفيها وحاولي قطعي الورق كله قد بعضه عشان يبقى سوا واحد وكل صباع قد التاني كده، ما يبقاش واحد كبير وواحد صغير، ويبقى الحلة كده او ما تيجي تقدميها للضيوف كده يبقى حاجة كده جميلة وشكلها حلو ان شاء الله. تبدأي تقطعيها كده زي ما احنا شايفين. طبعا هعمل معاكم 2 والباقي هكملهم مع نفسي طبعا عشان وقت الفيديو. ربنا يحسن ما بين ايديكم ويصلح حالكم ويبارك لكم في اولادكم يا رب وفي ذريتكم، اللهم امين، ويجعلهم من حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومقيم الصلاة. اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. خلي الدعاء ده في لسانك على طول، وربنا ان شاء الله يبارك لك في ذريتك ويجعلهم من اهل الصلاة والقيام والذكر ان شاء الله، اللهم امين. طبعا هنا زي ما احنا شايفين بدأت اقطع الورق، بخلي الورق قد بعضه، يعني بقطع اول واحدة وبعد كده اقيس اخلي كل الكمية كلها قد بعضها زي ما احنا شايفين. وطبعا طول ما احنا واقفين في المطبخ نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا دي حاجة جميلة جدا ان احنا نعمل الاكل اللي بنأكله لأولادنا على ذكر الله. وهنا خلصت الكمية، وتعالوا بقى نشوف الصلصة وصلت لغاية فين. زي ما احنا شايفين كده، طالما الزيت طلع على الوش كده والزبدة يبقى كده الصلصة خلصت معايا. وبعد كده ابدأ انزل بالرز. طبعا الرز بسيبه ينشف ليه واسيبه يتصفى كويس جدا وينشف معايا كده ليه، عشان ما يبقاش فيها ميه، التغذية ما تبقاش فيها ميه كده ما معاكي، لا تبقى حاجه كده ناشفه وسهله جدا في المحشي، ما تقعدش تبهدل ايدك ولا تبهدل، وكمان بيبقى طعمها احلى كتير جدا من اللي هي يبقى الرز مبلول ميه وكده. لا جربي الطريقه ديت هتبقى جميله جدا. وطبعا نزلت بباقي كميه البهارات اللي كنا سايبينها على جنب ومعلقه من الملح، وابدا اقلب الخليط كله على بعضه. ايه رأيكم؟ مفيش اسهل ولا اسرع من كده. وطبعا طول ما انتي واقفة اي مواعين تتوسخ معاكي اغسليها على طول، ما تسيبيش اي حاجة في الحوض، علشان على ما تيجي تسوي المحشي كده يبقى الدنيا حواليكي رايقة وجميلة جدا. وزي ما احنا شفنا في اول الفيديو ان انا جهزت كل المقادير حواليا. البصل قشرته طبعا، والحاجة اعزكم الله رميتها في القمامة. الخضار برضو غسلته، والحاجات اللي انا مش محتاجاها برضو رميتها زي ما احنا شفنا في اول الفيديو. وبرضو الطماطم غسلتها، وكل حاجة كنت مجهزاها جنبي، فبالتالي ما فيش اي بهدلة في المطبخ، وبدأنا في حاجة نظيفة كده. زي ما احنا شايفين كده بدأت احشي. ايه رأيكم في الصباع الصغنن الجميل ده؟ مفيش اسهل ولا اسرع من كده. طبعا انا مبطئه الكاميرا عشان تشوف طريقه المحشي بتاعي، لو حد عاوز يتعلم كده لسه عروسه صغننه كده وجميله كده ولسه عايزه تتعلمي المحشي، زي ما احنا شايفين دي اسهل واسرع طريقه تلفي بيها المحشي. ايه رايكم؟ الصوابع كلها قد بعضها كده ورفيعه وجميله وصغيره مش كبيره. تحطي الرز كده في النص وتبداي تلفي زي ما احنا شايفين مع بعض كده، بس تدوسي بايدك شويه كده علشان يبقى ماسك مش طري كده معاكي. وطبعا كمان عشان ما يفرش من الحله في الحله معانا، تبقى الحله كلها مليانه وبقى رز وكده والمحشي معجن. لا لازم تقرطي شويه على المحشي وانتي بتعمليه زي ما احنا شايفين مع بعض. وهنا طبعا خلصت الكميه كلها. ايه رايكم؟ طبعا مش الكميه كلها، يعني انا عملت شويه عشان ارصهم معاكم، واقعد بقى انا اكمل الباقي مع نفسي واوريكم الحله شكلها ايه في الاخر. هنا معايا بصلايه حطيت عليها شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون زي ما احنا شايفين مع بعض، وبدات ارص كده السطور، بعملها بالطول كده جنب بعضها. وبعد كده الرصه التانية مش بعملها عليها بالطول برضو، لا بجيبها بالعرض، يعني واحده كده وواحده كده زي ما احنا شايفين. يعني انا موضحاها قدامكم في الكاميرا وهتفهموني انا قصدي ايه. يلا انزلوا في الكومنتات يلا بسرعة وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. زي ما احنا شايفين كده خلصت السطر التاني،
وهنا خلاص خلصت الحلة ما شاء الله اللهم بارك. لازم تسيبي طبعا مسافة كده عشان واحنا بنسوي الرز والحاجة بتزيد معانا. وهنا حطيت مكعبين من الزبدة البلدي، بجد بتفرق جدا في طعم المحشي. حطي زبدة كده على وش المحشي بيفرق جدا. وزي ما احنا شايفين الشوربة لازم تكون سخنة واحنا بنزود، ويا دوبك يغطي المحشي كده وتدي هزة للحلة علشان الشوربة تنزل في جميع اركان المحشي وما يبقاش مستوي من الاحراف والنص مش مستوي. ولازم تكون الشوربة مولعة نار وتسيبيها تغلي، واول ما تغلي هتبدأ اللي انتي تغطيها زي ما احنا شايفين. وهنا في نص التسوية بوريكم بدأ يتشرب معايا ما شاء الله اللهم بارك. وهنا خلاص المحشي كان استوى، هنسيبه بس دقيقتين يتشرب بس المية اللي احنا شايفينها بتبقبق حاجة بسيطة كده، ونبدأ يلا نغرفه ونشوف هنعمل مع بعض ايه. هنا بقى هنغرفه زي ما احنا شفنا في اول الفيديو ما شاء الله اللهم بارك. ايه رأيكم؟ والمحشي مش معجن ونازل الصباع بصباعه كده وحاجة اللهم بارك، ولا لازق في الحلة ولا شايط ولا اي حاجة. على فكرة انا بحب المحشي جدا اللي شايط، مش عارفة مين اللي زيي. بحب اللي هو السطر الاخير ده بعشقه اكتر من المحشي اللي هو العادي ده. ايه رأيكم؟ ما شاء الله اللهم بارك. بألف هنا وشفا على اللي كل. واتمنى ان انت تعمليه بالطريقة اللي انا عملتها وتقولي لي رأيك في الكومنتات. وطريقة المحشي برضو اللف ديت سهلة جدا، جربيها وهتدعيلي ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، وما تنساش من دعواتكم، والسلام عليكم.